السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة English Community مع مستر عبد الفتاح، ويلا بينا. في درس النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن زمن مهم جدا في اللغة الإنجليزية، وهو الباست بيرفكت أو الماضي التام. طيب بنستخدمه إمتى؟ ببساطة كده بنستخدمه عشان نتكلم عن فعل حدث قبل فعل تاني في الماضي، يعني حاجة حصلت الأول وبعدين حصل بعدها حاجة تانية. في الفيديو ده إن شاء الله هنتعلم التكوين بتاع الزمن ده وإزاي بنستخدمه بسهولة في الجمل، وكمان هنشوف أمثلة كتير تخليك تفهمه وتطبقه من غير أي تعقيد. وفي نهاية الدرس إن شاء الله هنكون قادرين نفرق بينه وبين باقي الأزمنة، ونستخدمه بثقة في كلامنا كله وكتاباتنا حتى كمان إن شاء الله. فيلا بينا نبدأ كده. وأول حاجة عندنا التكوين، والتكوين بيتكون من هاد زائد البي بي، ده الكلام ده لو بادئ بالفاعل. إنما لو بادئ بالمفعول فهيكون مجهول، وساعتها هيبقى هاد بين زائد البي بي. يعني لو بادئ بالفاعل فبقول he couldn't sleep because he had drunk too much coffee. هو ما كانش عارف ينام ليه؟ لأنه بالفعل شرب، فالحدث الأول إنه شرب واستخدم مين؟ had drunk. إنما الجملة التانية هنا بيقول after the car، بيتكلم على السيارة، وده كده مفعول، ومادام مفعول هيستخدم had been زائد البي بي. تمام؟ الكلمات الدالة بقى عندنا after before that as soon as when because as since، ده كلهم كده بيجي بعديهم ماضي تام، والجملة التانية ماضي بسيط. وناخد بالنا برضو من شوية حاجات. عندنا after في المبني المجهول بيجي بعدها بينج زائد البي بي. المبني المجهول اللي احنا قلنا بيبدأ بالمفعول، وعندنا لو بادئ بالفاعل فهنقول after زائد verbing. تمام؟ يعني لو الجملة بتتكلم في المعلوم هيبقى after زائد الفيرب اي ان جي. ناخد بالنا بس شوية من الحاجات دي عشان هنحتاجها بعدين. يبقى كده في المعلوم after زائد الفيرب اي ان جي إذا لم يوجد فاعل. وهنا المجهول يبقى after being زائد البي بي إذا لم يوجد مفعول. عندنا مثلا هنا بيقول after نقط to the party she felt very excited. هنا بيتكلم على الفاعل، وبيقول بعد دعوتها هي، فكده after inviting. إنما الجملة التانية بيقول after being invited her cousin for dinner، بعد ما تم دعوة ابن عمها، فابن عمها ده بقى، أو بعد ما دعاها ابن عمها فابن عمها ده في محل المفعول، فهنستخدم being invited. تمام؟ طيب يبقى احنا كده عندنا بنقول إن الكلمات دي بيجي بعديها ماضي تام ماضي بسيط، وعندنا after ممكن يجي بعدها ing في المعلوم، وبيجي بعدها being زائد البي بي في المجهول إذا لم يوجد فاعل أو مفعول. تمام؟ ناخد بالنا برضو إن having بيجي بعدها البي بي في المعلوم، وhaving been زائد البي بي في المجهول. طب يا مستر ثواني، هو having والحاجات دي كلها أصلا تبع الماضي التام؟ لا، هي مش تبعه، بس هنحتاجها بعدين في حاجات تانية. لأن الحاجات دي زي ما اتفقنا بيتكلم كله على التصريف الثالث اللي هو أساسا التام. أي تام في اللغة الإنجليزية بالكامل بيتكلم على البي بي. ففرصة كويسة جدا إن احنا لمينا كل حاجة بيجي بعديها البي بي، سواء بقى عندنا مثلا after verbing أو after being زائد البي بي، عندنا having زائد البي بي أو having been زائد البي بي. فأنا هنا مثلا أنا بتكلم على المعلوم فهقول having arrested بعدما تم القبض على اللص. إنما لو بتكلم في المجهول هقول having been arrested بعدما قبض عليه. تمام؟ وبعد كده مكمل الجملة عادي. فهنا بيتكلم على المفعول أو المجهول. تاني حاجة بنقول عندنا before أو after that. by the time أو when بيجي بعديهم ماضي بسيط، والجملة التانية ماضي تام. عكس الكلمات دي، احنا قلنا دول بيجي بعدهم ماضي تام ماضي بسيط، إنما دول بيجي بعديهم ماضي بسيط ماضي تام. نفس اللي قلناه فوق هنقوله مرة تانية هنا. فوق قلنا after بيجي بعدها ing في المعلوم إذا لم يوجد فاعل. before برضو نفس الكلام بيجي بعديها ing إذا لم يوجد فاعل. وفي المجهول قلنا after بيجي بعديها being زائد البي بي، وبرضو نفس الكلام عندنا before بيجي بعدها being زائد البي بي في المجهول. تمام؟ طيب كده نرجع بقى أو نيجي لكلمتين كمان اسمهم till until. till until بيجي بعديهم ماضي تام، ولكن قبلهم ماضي بسيط منفي، لازم يكون منفي الغالب يعني بيكون منفي. طبعا النفي عندنا في الماضي يبقى didn't زائد المصدر أو couldn't زائد المصدر. ناخد بالنا برضو في المجهول بيجي قبليها wasn't أو weren't زائد البي بي، أو صفة أو حرف جر.
يبقى هنا till until بيجي بعديها ماضي تام عادي جدا. يبقى ناخد بالنا ان till until في اي حالة من الحالات بيجي بعديها ماضي تام وقبليها ماضي بسيط منفي الا لو مجهول يبقى wasn't او weren't. وناخد بالنا برضو ان احنا عندنا في حاجة اسمها الروابط، فاكرين ساعة ما قلنا اللي بنشوف till until لو لقينا بعديها مستقبل فده معناها ان هنا مش تبع الماضي التام، هنا تبقى رابط من الروابط بيجي بعديها مضارع بسيط، والجملة التانية بتبقى في الغالب برضو منفي سواء want زائد المصدر أو don't زائد المصدر. تمام. يبقى احنا كده عندنا بالنسبة لتيل until بس لها ثلاث حالات، بيجي بعديها had زائد البي بي وقبلها منفي، يا إما بيجي بعديها had زائد البي بي وقبليها wasn't أو weren't زائد البي بي في المجهول، يا إما بتستخدم قرابة من الروابط وبتربط المضارع بالمستقبل، بس الجملة دي لما يكون الجملة نفسها فيها مستقبل ساعتها بيجي بعديها مضارع بسيط أو مضارع تام. خلصنا الكلمات دي؟ أوكي. دخلنا على كلمات جديدة اسمها no sooner hardly scarcely. قال لنا no sooner hardly scarcely لو جم في النص فبيجي قبلهم had وبعدهم البي بي، إنما لو جم في الأول فبيبقى no sooner hardly scarcely had فاعل زائد البي بي، والجملة التانية ما بتتغيرش تبقى than أو when زائد الماضي البسيط. تمام؟ ناخد بالنا إن باي بيجي بعديها سنة قبل والجملة التانية بتبقى ماضي تام عادي. باي مثلا باي 2020 the project had been completed. هنا الحدث الأول أو الحدث الثاني 2020 اللي هو الماضي البسيط، والجملة الثانية بتبقى ماضي تام مفيش مشكلة. لو تفتكروا برضو معايا واحنا بنتكلم على الماضي البسيط قلنا في مصطلح عندنا كده اسمه I wish و I would rather. تمام. قلنا بيجي بعديهم فاعل بعد كده had زائد البي بي، ولما يكون ده الكلام ده لما يكون في كلمة تدل على الماضي، فاكرين ولا لأ؟ اللي سمع الفيديو اللي فات هيعرفها كويس جدا، لما في كلمة بتدل على الماضي بنستخدم had زائد البي بي، انما لو ما فيش بنستخدم ماضي بسيط عادي. فانا عندي I wish I would rather بيجي بعدهم فاعل ماضي تام إذا يوجد كلمة تدل على الماضي زي yesterday ago last in the past إما في فترة ماضية مثلا I wish I wish جاب الفاعل، الجملة التانية فيها كلمة دالة على الماضي كلمة last هنستخدم ماضي تام. ممكن برضو دي حاجة أخيرة كده إن احنا ممكن نستخدم أصلا الكلمات الخاصة بالمضارع التام تنفع هنا عادي جدا عشان يقول لنا إن هي بتفيد الاستمرارية أو إن الحدث لسه موجود، زي كلمة just already ever never for since when we arrived the film بنستخدم مين؟ عادي جدا ممكن نستخدم had already started ماضي تام. طيب احنا كده بالنسبة لنا الماضي التام بالفعل كده انتهى خالص. صحيح هتحسوا إن الكلمات متلخبطة شوية ولكن إحنا لخصناهم وقلنا إن إحنا عندنا في كلمات بيجي بعديها ماضي تام والجملة التانية ماضي بسيط، وفي كلمات بيجي بعدها ماضي بسيط بعدها ماضي تام. بالترتيب كده قلنا till until أو after when as soon as بمجرد أن بعديهم ماضي تام يا حبايب وماضي بسيط وياه له نايب. يبقى دي الكلمات اللي بيجي بعديها ماضي تام. وفي عندنا before وباي ذا تايم بيجي بعديهم ماضي بسيط ماضي تام. واخر ثلاث كلمات no sooner hardly scarcely بيجي لو جم في الاول بيجي قبلهم had بعديهم البي بي، انما لو جم في النص بيجي بعديهم had فاعل زائد البي بي. تمام. طيب احنا كده خلصنا ووصلنا لنهاية درس النهاردة اللي هو الباست بيرفكت. يا رب يكون الزمن ده بقى سهل وواضح ليكم ان شاء الله، وقدرتوا تفهموا ازاي بنستخدمه عشان نعبر عن حدث حصل قبل حدث تاني في الماضي. محتاجين بس نكتب جمل كده من عندنا ونستخدم الباست بيرفكت، ونشارك كده مع بعض الأمثلة في التعليقات عشان أراجعها معاكم. ولو في أي مشكلة أو أي حاجة مش واضحة ابعتولي بس إن شاء الله وأنا هبعتها لكم تاني أو هشرحها مرة تانية. تمام كده. بإذن الله نشوفكم في درس جديد وسلام. مع السلامة.